اهلا بيكم في اسهل طريقه مع نيمي. النهارده هنعمل البطاطس الجراتان. بطاطس جراتان اكله حلوه جدا وشيك جدا وجميله وحلوه في العزومات وسهله في نفس الوقت. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بقى البطاطس وهقطعها كده زي الشيبس، تقطيعه الرفيعه دي على قد ما اقدر. بصوا كده. هنقعها طبعا في ميه وهحطها على جنب في ميه علشان ما تسودش، وهحطها على جنب كده. وهجيب حله هحط فيها كوبايتين من اللبن الحليب، وهحط لها علبه او كوبايه من الكريمه بتاعه الطبخ. خلاص حطيتهم على بعض، كريمه الطبخ واللبن الحليب، وحطيتهم على النار كده لما دفيوا واختلطوا مع بعض. هحط بقى ملح حسب الرغبة، هحط معلقة صغيرة بهارات مشكلة ومعلقة صغيرة فلفل اسود، واقلب كده الخليط ده مع بعضه. هجيب بقى بايركس وهحط فيه زبدة او سمنة، يعني هدهنه باي مادة دهنية بس دهنة كويسة جدا. وهبتدي اخد من البطاطس بتاعتي وارصها كده، اعمل طبقة تحتانية كده، هحطها كده اهي واحدة واحدة اهو. مش عايزة فراغات خالص. خلصت بقى اول طبقة كده. هاجي الخلطة بتاعة الحليب والكريمة الطبخ وهنزل بكبشة كده بس. وهحط بقى شوية جبنة موتزاريلا كده على خفيف، مش هكتر، انا عايزاها تبقى غنية وطعمها مختلف، يعني اللي يدوقها يقول يا سلام تسلم ايديك. بحب كده قوي على فكرة. تمام. ناخد بقى الطبقة التانية من البطاطس وهنرصها زي ما عملنا بالظبط في الطبقة الأولانية. خلصنا الطبقة التانية، هنعمل زي اللي عملناه في الأولانية. هناخد معلقة كده أو كبشة، أحط كده على الطبقة التانية وهنزل بشوية جبنة موتزاريلا. خلصنا كل البطاطس اهو، رصيناها كلها طبقات طبقات. هاخد بقى الخلطة بتاعتي واحطها على البطاطس، اشربها كلها. تخلوا بالكم ان البطاطس عندي ما تبقاش غطسانة في خليط اللبن والكريمة. ليه؟ علشان لما ادخلها الفرن الكريمة بتفور، فلازم يبقى انا سايبة كده مساحة او مسافة ما بين حرف الصينية او حرف البايركس والبطاطس، علشان لو فارت ما تدلقش عندي في الفرن. هدخلها بقى على فرن 180 170 واسيبها لغاية لما احس انها خلاص استوت. هي مش هتاخد سوا كتير لان هي متقطعة رفيع قوي زي ما شفنا. بعد ربع ساعة كده فتحت على البطاطس بتاعتي علشان اشوفها، لقيتها تمام كده اهي، اتغطت بقى بالخلطة اللي احنا عملناها. حط عليها معلقة بودرة بصل اهي كده، ومعلقة من بودرة الثوم، معلقة صغيرة طبعا اهي. اخلطها كده في الخلطة. ممكن على فكرة تحطيها من قبل ما تدخليها الفرن، مش هيجرى حاجة. خلاص كده هدخلها تاني
الفرن. بطاطس الجراتان بتاعتنا لقيتها بدأت تحمر، قلت بقى المفروض احط شوية جبنة كده خفيف على الوش، ما بتاخدش جبنة كتير يعني، كده حاجة بسيطة خالص. وهدخلها تاني الفرن. بس طلعنا البطاطس الجراتان بتاعتنا من الفرن، تحفة يا جماعة، في منتهى الجمال، هتشرفكم جدا في العزومات، حاجة يعني لطيفة جدا. تعالوا هنقطع كده حتة علشان نشوف شكلها. بتبقى طبقات كده لطيفة جدا، بصوا طبقات فوق بعض كده لطيفة وشكلها حلو وطعمها احلى بكتير. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وان عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد. دي كانت طريقة عمل البطاطس الجراتان بأسهل طريقة مع ميم.